السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت فيديو جديد اللي هو عباره على نسلي كراميل. كيف ما هو معروف ان يعني في ظرف هاد الغلاء الاسعار، يعني نسلي كراميل وصل واحد الثمن اللي خيالي، يعني وصل 27 درهم 28 درهم. لذا جبت لكم هاد الوصفه اقتصاديه، يعني ما تتوصلش شي 13 درهم ديال المقادير، يعني وتجي الحجم او الكميه وفيره حسن، يعني ما نشريوها بديك الثمن اللي هو غالي. اللي اول خطره تيشوف هذه القناه نتمنى يشترك بالقناه باش ما نطولش عليكم. غادي ندوز معكم المقادير والطريقه ديال التحضير. هنايا غادي عندي جوج ديال الطرق اللي غادي نستعمل. الطريقه الاولى اللي غادي نبدا بها اللي غنستعمل فيها كاس ديال عنبه ديال نيدو او الحليب المجفف، كاس ديال سكر ثقيل، ونص كاس ديال الماء غليان، و 25 غرام ديال الزبده النوعيه الجيده، او معلقه ديال الطريقه الثانيه غادي نستعمل كاس ديال عنبه سنيده، سكر حبيبات، ونص معلقه ديال الملح لتصحيح الذوق، و 25 غرام ديال الزبده ما يعادل معلقه كبيره ديال الزبده. المهم غادي نبدا معكم الطريقه. غادي ناخذ ديك كاس ديال السكر ثقيل، انا هنا درت سبيسيال، كاس ديال الحليب المجفف. هنا جاني البول او الزلافه صغيره قلبتها في زلافه كبيره باش نقدر نخلط. من بعد غادي نضيف عليهم ديك الزبده 25 غرام معلقه كبيره، وغادي نضيف عليها ديك الماء الطايب يعني غليان، وغادي نطحن كلشي بالميكسور. انا هنايا جاتني زلافه يعني ما ساعدتنيش مزيان في الطحين. غادي نقلبو الكاس ديال الميكسور باش يطحن لي مزيان ويعاونني في الطحن. كما غادي تلاحظوا معايا راني قلبته من الزلافه الكاس ديال الميكسور، وغادي نحاول انني نطحن مزيان ومع عارفين الجو بارد، الزبده اللي ما غاديش تطحن بزاف. المهم غادي تطحنوا حتى تحصلوا على هذا القوام هذا، على هذا الخليط هذا. غتجيبوا واحد الكاس وتصفيو باش لا بقى شي حبيبات غادي يبقاو لكم الفوق. المهم هنايا انا صفيته كما تلاحظوا معايا، صراحه تيجي حتى هو كاس عامر. المهم بعد ما غادي نصفيه غادي نحصل على هاد الكاس، يعني هذا القوام هذا غادي نحطه جانبا، وغادي ندوز للمرحله الثانيه، لان هذا غادي نحتاجه في المرحله الثانيه. المرحله الثانيه غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي ناخذ فيها كاس ديال سنيده، وغادي نحطها على البوطه. انتم النار مهيله وغادي نحطو يذوب. كما تلاحظوا معايا هنايا السكر راه بدا في الجنبات، وغادي نبقى نحرك. صراحه هاد النوع هذا ديال هاد الكسرونه ما تيلصقش، هاد النوعيه زوينه صراحه ما تتلصقش، ساعدني مزيان في الذوبان ديال السكر. هنايا غادي نبقى نحرك وهو تذوب حتى نحصل على واحد القوام يعني اللي داب فيه السكر كله. هنايا نتوما تلاحظوا معايا راه يذوب. فين غادي يذوب لي كامل غادي نكمل معكم الطريقه كيفاش حضرته. صراحه يا البنات تجي واعر واعر بحال اللي شريتيه من الزنقه. هنايا ضفت ديك نص معلقه ديال الملح وغادي نحرك مزيان. من بعد غادي نضيف، حيدته على العافيه الا لاحظتوا العافيه عندي بوحده، والكاسرونه ديالنا حيدتها على البوطه، ودرت ديك المعلقه ديال الزبده ونخليها تذوب خارج النار. من بعد مع التحريك المستمر، من بعد ما غادي تذوب لي غادي نردها على البوطه ونزيد نحرك باش ندمج لي ديك الزبده مع السنيده ديالنا اللي دابت مع التحريك المستمر حتى تحصل على واحد القوام اللي متجانس، وما تيبقاش ديك الزبده طافيه الزيت ديالها من الفوق. المهم بعد ما حسيت بها انا ندمجوا مع بعضياتهم كما تلاحظوا معنا، هنا غادي نحيدها على البوطه وغادي نخوي عليها ديك الكاس اللي درناه بالحليب والسكر كلاصي. هنا غادي نخويو مرحله بمرحله وانا تنحرك، يعني خاصكم التحريك المستمر ما تحبسوش. من بعد ما خويتيو ديك الكاس غادي تردوه للبوطه على البوطه وتبقاو تحركوا تقريبا واحد 7 حتى 10 ديال الدقائق مع التحريك المستمر وعلى نار مهيله. تتحركوها مزيان
من بعد فين تحسوا لان القوام بدا يتقل معكم شويه، ديك الساعه تعرفوا ان النسلي ديالكم راه وجد وراه هو هذاك. لذا قلت لكم بقاو معايا على حتى الطريقه القوام المطلوب. ما تمشيو فين، خليكم معايا وانا تنحرك حتى تشوفوا معي القوام اللي حصلت عليه. كما تلاحظوا معايا البنات، ها هو القوام ديالنا بدا يتقال. طفيت عليه البوطه وغادي ندوز نميكسيه بالطراب اليدوي باش لا كانت باقي شي حبيبات ولا شي حاجه ما دايباش تذوب معنا. ومن بعد غادي ناخد واحد البول زلافه وغادي نصفي فيها هاد الكراميل ديالنا، وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالو. المهم البنات، هذا هو الشكل النهائي ديالنا من الكراميل. الا شفتوه سيكون عاقد صراحه، في المذاق جا رائع جدا. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي اول خطره يشوف قناه عالم سهام للطبخ والحلويات سهام وورلد يشترك بالقناه ويدير على ضغط الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. ما تنسوناش في التعاليق ديالكم وبلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. شكرا لكم بزاف على الدعم، تنبغيكم، موحى عليكم.